اهلا بيكم، ازيكم؟ النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل شات بوت بيشتغل بالذكاء الاصطناعي بدون كود، وهنعمله في 5 دقايق. ده موقع الكتروني لمطعم خيالي سميناه مطعم الحاتي الاصيل. عملنا له شات بوت تفتحه وتقدر تعمل حجز، او تقول له عايز المنيو او الواي فاي، او تقول له اي حاجه من الثلاثه، او تكلمه بشكل مباشر سواء كان بالصوت او بالكتابه. فانا لو جيت قلت له عايز المنيو مثلا كمثال، خلينا نشوف هيرد علينا ويقول لنا ايه. ودلوقتي رد عليا وقال لي قائمة الطعام في مطعم الحاتي الأصيل تشمل المشويات، كباب ولحمة، كفتة، فراخ، ريش، المقبلات، الأطباق الجانبية، رز بسمتي، عيش، المشروبات. لمزيد من التفاصيل يمكنك الاطلاع على المستند المرفق لو أنا عايز أحط له مستند. طبعا أنا ممكن أدي فيدباك سواء كان بالبوزيتيف أو النيجاتيف، وأقول له الرد ده عجبني أو ما عجبنيش بحيث إن هو يتعلم. وفي نفس الوقت ممكن اساله سؤال تاني. فانا قلت له انا هل ممكن احجز؟ فرد عليا نعم يمكنك الحجز في مطعم الحاتي الاصيل. يرجى تقديم تفاصيل الحجز مثل عدد الاشخاص، التاريخ، الوقت المفضل للزيارة، وساعدك في تأكيد الحجز. طب خلينا نسأله سؤال تاني. أسأله مثلا عن الواي فاي. فأنا لو سألته نوت عن الواي فاي هيرد عليا ويقول لي إذا كان في واي فاي ولا لأ. وهنا نعم يوفر مطعم الحاتي الأصيل خدمة الواي فاي المجانية لجميع الزبائن، وكلمة السر للواي فاي هي كذا. طبعا أنا ممكن أخليه ما يقولش كلمة السر لو أنتوا حابين ده. وآخر حاجة ممكن أسأله عن مواعيد الحجز. فأنا سألته عن مواعيد المطعم فرد عليا وقال لي مطعم الحاتي الأصيل يعمل يوميا من الساعة 12 ظهرا حتى 12 منتصف الليل. خليني أجرب أسأله السؤال المرة دي بالفويس. فخليني أسأله هل المطعم مناسب للعائلات؟ فهو فهم اللي انا قلته وقال لي نعم مطعم الحاتي الاصيل مناسب للعائلات. يوفر المطعم جوا عائليا مريحا يتمتع بتقديم خدمات ممتازة للعائلات بما في ذلك وجود قائمة الطعام. فخليني اسأله مرة تاني اخر سؤال واقول له ممكن رقم تليفون المطعم؟ قال لي نعم يمكنك الاتصال بمطعم الحاتي الاصيل على الرقم كذا 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 كذا. خليني اوريكم ازاي عملنا شات بوت زي كده بكل سهولة في 5 دقايق من غير ما ياخد مننا وقت، وباستخدام 2 نوتس بس على فلو وايز. انا اسمي هاني ودي قناة اي اي بالعربي. مستعدين؟ يلا بينا. اول حاجة لازم تعرفها هو فلو وايز. فلو وايز هو ابلكيشن نو كود، يعني مش محتاج تعمل اي كود. بتبني مجموعة نودز جنب بعض وفي الخلفية هو بيبني الكود من خلال حاجة اسمها لانج فلو. فبكل بساطة تقدر تستخدمه مش محتاج اي خلفية عن الكود. ولو ما تعرفش ايه هو فلو وايز اتمنى ترجع للحلقة الاولى والحلقة التانية علشان تتفرج عليها. هسيب لك اللينك فوق على اليمين. واول حاجه بنبتديها هي الانستليشن بتاع فلو وايز. لو بتعمل انستليشن لفلو وايز لاول مره على جهازك هتدخل بس الكودين دول. برضو احنا شرحنا الموضوع دوت في اول حلقه. اما لو عايز تعمل سيت اب لفلو وايز على الكلاود فعايزك ترجع للحلقه رقم 2. برضو هسيب لك اللينك بتاعها هنا هو فوق على اليمين. بعد ما تعمل سيت اب لفلو وايز اول حاجه هتعملها هتقول له اد نيو. هيفتح معاك شات فلو فاضي تماما. هتبتدي من علامة بلس، واول حاجة هنضيفها هنا اهوت من خلال ايجنتس. طبعا احنا اتفقنا قبل كده ان احنا دايما بنبتدي الفلو يا اما بايجنت يا اما بتشين، واتكلمنا مع بعض عن التشينز في الحلقات اللي فاتت. المرة دي هنعمل ايجنت. هنخش على ايجنت ونقول له Open AI Assistant Agent. اول ما نفتحه هيدينا طلبات معينة من مجموعة مدخلات، والمخرج بتاعه هي عبارة عن حاجة واحدة بس. مش محتاجين المخرج لان احنا هنستخدم المخرج في الكونفرزيشن. بس في عندي allowed tools مهمة، وفي عندي ال OpenAI Assistant مهمة. فأنا ممكن أحط له allowed tools. هنتكلم في الحلقات الجاية عن التولز اللي ممكن نركبها، زي مثلا لو أخدنا حجز من خلال الشات بوت فممكن ياخد الاسم ورقم التليفون وعدد الأشخاص وهكذا. احنا هنا هو المثال بتاعنا ان احنا بنبني شات بوت لمطعم. فهحط له اي تول دلوقتي مؤقتا. فانا ممكن احط له كالكوليتر تول. هنزل تحت على التولز واختار كالكوليتر تول وهوصلهم ببعض زي ما انتم شايفين كده بالظبط وقبل التوصيل. تاني حاجة هي الاسيستنت. اول ما هتفتح هنا هوت الاسيستنت هتلاقي ان عندك اسيستنتس موجودين. انت بالنسبة لك مش هتلاقي اي اسيستنت فهتقول له create new assistant. وهنبتدي ناخد الخطوات دي مع بعض مع واحدة واحدة. اول حاجة هنختار الاوبن اي اي credentials. انا عشان عندي اوبن اي اي credentials saved already فهختار اوبن اي اي. بالنسبة لك انت هتفتح نيو، هتقول له create new وهتديها اسم. خلينا نسميها مثلا اوبن اي اي. وبالنسبة للاوبن اي 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 بي اي كي تقدر تجيبها بسهولة من موقع platform.openai.com.
flowwise.com/API keys. هتقول له create new، هنسميها flowwise، وتقول له create new secret، هيديك كود. كل اللي هتعمله انت هتاخد الكود دوت وتحطه هنا اهوت paste وتقول له add. انا عشان عندي كل ده saved فانا هختار بس open AI المرة دي. هنا هنختار الموديل اللي احنا هنشتغل عليه. انا هختار GPT-4o، وفاضل ان احنا ندي الاسيستنت اسم، فانا هسميه الحياتي اسيستنت. ممكن تديله اي اسم زي ما انت عايز. الديسكريبشن بتاعه ممكن تديله اي ديسكريبشن، انا هنا سميته ريستورانت بوت. اهم حاجه عندي الانستراكشنز اللي انا بحطها للاسيستنت دوت. انا هنا محضر له اسيستنت انستراكشن بقول له فيها: انت مساعد ذكي لمطعم الحياتي الاصيل، ستقوم بمساعده الزبائن في معرفه المعلومات عن المطعم مثل قائمه الطعام والاسعار ومواعيد العمل وخدمات التوصيل. اعتمد على قاعده المعرفه التاليه للاجابه عن الاسئله بشكل دقيق. بالنسبه لقاعده المعرفه لسه هحطها له. التمبريتشر هخليها 0.5 زي ما اتفقنا قبل كده. هي التمبريتشر هي مستوى الكرياتيفيتي، هل يبقى كرياتيف ويقول معلومات من عنده ويجود، ولا يلتزم بس باللي انت مديهوله. فانا هخليها 0.5 حاجه وسط. اسيستنت توب باراجرافز مش محتاج ان انا ادخلها. اهم حاجه عندي ان انا تو ابلود فايل علشان خاطر ياخد منه الداتا بتاعه المطعم زي المنيو مواعيد العمل وغيره. فانا هقول له add vector store وهسميه create new، هسميه الحياتي vector store وهقول له add. بعدها هيديني اوبشن ان انا تو ابلود فايل. انا هنا محضر له فايل كاتب له فيه اسم المطعم، مطعم الحياتي الاصيل، وصف المطعم، مطعم مخصص تقديم المشويات التقليدية والأطباق الشعبية، ومكانه فين وبيتميز بجو ايه، وقائمة الطعام او المنيو اللي انا حاططها له. حاطط له كل المنيوز بتاعتي، مشروبات وغيره. وبعدين اديته اهم الاسئلة الشائعة: ما هي مواعيد العمل وبنشتغل من كام لكام، خدمة التوصيل، هل توفرون وجبات نباتية، هل المطعم مناسب للعائلات، كيف يمكن الحجز، هل يوجد واي فاي، وكلمة السر بتاعت الواي فاي، وهكذا. ده مثال بسيط انا مجهزه عشان خاطر احط المعلومات في السيرش انجن بتاع الاوبن اي اي اسيستنت. فانا هقول له ابلود فايل وبعدين هختار الملف وهيبتدي يضرب نفسه على الملف اللي انا اديته له علشان خاطر يبقى جاهز بكل المعلومات. هنا هو ضرب نفسه على الملف وقال لي فايل ابلودد سكسسفولي، وبكده ابقى انا عملت النيو اسيستنت. حاجه اخيره حابب ان انا اوضحها لكم: لو انا دخلت على اوبن اي اي وقلت له اسيستنت هيقول لي ان انا بقى عندي اسيستنت جديد اسمه الحياتي، وفي الاسيستنت دوت كل المعلومات اللي انا دخلتها هناك موجوده هنا اهوت. انت مساعد لمطعم الحياتي الاصيل، والفايل اللي انا حطيته له اسمه الحياتي، ولو في اي فانكشنز انا مديها له انا هنا اهوت مديله فانكشن الكالكوليتر. لو انتوا فاكرين الكالكوليتر اللي انا ضفته له هنا اهوت از تول، فهو كريت لي اوتوماتيك الاسيستنت على اوبن اي اي. دلوقتي بسهوله اقدر اعمل سيف. انا سميته الحياتي ريستورانت وهقول له سيف. من هنا اقدر اعمل دردشه بكل سهوله معاه. فانا هساله ممكن رقم التليفون، فقال لي اسيستنت نوت فاوند، لان انا بعد ما عملت الاسيستنت ما اخترتوش، فخليني انزل اختاره وهقول له سيف مره تاني. خلينا نساله مره تاني واقول له ممكن رقم التليفون، وهستنى يرد عليا. وفي لحظتها رد عليا وقال لي رقم الهاتف الخاص بمطعم الحياتي الاصيل هو كذا كذا كذا. طبعا هو طلع لي الملف اللي انا واخد منه الداتا. هنلغي كل دوت وهنظبط الشات بوت بتاعنا بشكل كامل دلوقتي حالا. اول حاجه عشان خاطر الغي موضوع الملف اللي هو فتحه لي دوت، هفتح additional parameters هنا اهوت واقول له disable file download. فانا كده مش هخلي اليوزر يعمل داونلود. اقدر اخليه يعمل داونلود لو انا بساله مثلا على منيو والمنيو كلها بس هي اللي موجوده، فممكن اخليه يعمل داونلود للمنيو. بس انا في الحاله دي مش عايزه يعمل داونلود، فخلينا نجرب نساله مره تاني دلوقتي. فانا سالته وقلت له هل في واي فاي، وخلينا اشوف هيرد عليا يقول لي ايه. ودلوقتي رد عليا وقال لي نعم، مطعم الحياتي الاصيل يوفر خدمه الواي فاي المجاني لجميع الزائرين، وكلمه السر هي كذا كذا كذا. ولو لاحظتوا المره دي ما طلعليش الملف اللي يعمل لي داونلود لل الريستورانت انفورميشن اللي انا كنت مديها له قبل كده. كده الشات بوت بتاعي جاهز ان هو يتاخد ويتحط على الويب سايت. انا هنا عامل موقع الكتروني لمطعم وهمي اسمه مطعم الحياتي الاصيل، وده انا عامله على اللوكال هوست، عامله على الجهاز بتاعي يعني. ولو لاحظتوا هنا مفيش الشات بوت بابل اللي المفروض بتطلع لي. ودلوقتي هنركبها مع بعض هنا. اول حاجه هعملها هدوس على علامه البراكتس اللي هنا ديت، وهاخد الكود ده كوبي زي ما هو كده،
وهروح احطه في الموقع بتاعي في ملف الموقع. انا هنا اهوت محضر ملف الموقع، هحطه بعد كلمة بادي بشكل مباشر وهعمل بيست. مش محتاج اعمل اكتر من كده علشان خاطر البابل تظهر والشات بوت يبقى انتجريتد بالويب سايت. هقول له سيف وهرجع مرة تاني لمطعم الحياتي الاصيل وهقول له ريفرش، ولو لاحظتوا هتلاقوا ان علامة البابل ظهرت معايا، ودلوقتي اقدر اعمل شات دايركت مع الشات بوت. فانا هنا اهوت اساله، فانا قلت له مساء الخير ومستني يرد عليا، وفي لحظتها رد عليا وقال لي مساء النور، كيف يمكنني مساعدتك اليوم. ودلوقتي هو جاهز ان هو يستقبل مني اي ريكوست تاني. تعال نسأله ممكن احجز. فانا كتبت له ممكن احجز، وخلينا نشوف هيرد عليا يقول لي ايه. قال لي يمكنك الحجز عن طريق الاتصال بالمطعم مباشرة او عبر الموقع الالكتروني اذا كان متوفرا. هل تحتاج الى معرفة رقم الهاتف او اي تفاصيل اخرى؟ فهقول له رقم التليفون. فانا كتبت له رقم التليفون، وخلينا نستنى لغاية ما يرد علينا. فرد عليا وقال لي رقم تليفون المطعم الحياتي الاصيل هو كذا 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 كذا. وبكده من النقطة ديت اقدر اطور فيه، اقدر اوصله برضه بالواتساب، اقدر اوصله بالتليجرام، اقدر اوصله بالفيسبوك ماسنجر. وهشرح لكم في حلقات جاية كتير ازاي توصله بالواتساب وبالماسنجر بتاع فيسبوك. بس خلينا نطور منه. لو فاكرين كان ممكن اتكلم معاه بالصوت المرة اللي فاتت، فدي معلومة جديدة خليني اضيفها لكم. انا لو دخلت هنا اهوت على علامة الجير وبعدين قلت له configuration، فعندك speech to text، اقدر ان انا افعلها واقول له انا عايز open AI whisper، فيقول لي طب اديني credentials بتاعت الاوبن AI، هحطها له. واللانجوج هقول له عربي، اختصار عربي AR، مش محتاج اكتر من كده. وهقول له سيف، وبعدين ينفع ان انا اخش مرة تانية واقول له configuration واقول له starter prompt، اقول له الاسئلة اللي ممكن نكتبها في الاول. فانا هضيف له عايز احجز ورقم التليفون هنا، وهقول له سيف. وخلينا نشوف التغييرات ديت ايه اللي حصل على الموقع. انا لو عملت ريفرش وعملت ريفرش هنا اهوت طلع لي عايز احجز ورقم التليفون. لو لاحظتوا طلع لي كمان علامة المايك ان انا ممكن اتكلم معاه بشكل مباشر. فانا هقول له ان هو عايز احجز بمجرد بس ما ادوس على الزرار دوت، بدل ما كنت بكتبها بايدي، لا انا دلوقتي بختارها. وقال لي يمكنك الحجز في مطعم الحياتي الاصيل عن طريق الاتصال بنا مباشرة على رقم موجود في معلومات الاتصال او مش عارف ايه او يمكنك زيارة المطعم شخصيا لاجراء الحجز. هل تحتاج معرفة رقم الهاتف او العنوان؟ وممكن اساله واقول له انا محتاجهم او لا. بس انتوا كده فهمتوا الفكرة عامة من ازاي عملت شات بوت خاص بمطعم الكتروني ووصلته بالويب سايت بتاعي بكل سهولة وفي اقل من 5 دقايق. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الحلقة، واتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيها. ولو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات، ولو برضو عايزيني اشرح اي مثال لاي شات بوت تاني اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعمل لكم فيديو مخصوص عليها. انا كنت معاكم هاني، ودي قناة AI بالعربي. مع السلامة.